السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هنعمل الجبنة الكوبايات اللي هي دي. تمام. هنحتاج ايه؟ هنحتاج معانا نص كيلو لبن، انا غلياه وحطاه في التلاجة، فانا هدفيه معاكم. اللي حابب يشيل الوش بتاعه ده كده يشيله، اللي مش حابب يخليه، مش هتفرق. هي لو فضلت موجودة هتدي تيست اعلى. وهنحتاج قطعتين، هاتي هنا كده، قطعتين جبنه مثلثات اي نوع. انا عن نفسي انا بحب البريزيدون، وذره ملح وخل. اللي حابب يحط جبنه كيري يحط، بس هي هتبقى مش طعمها جبنه كوبايات قوي. تمام. هتدي طعم جميل جدا، بس مش هتبقى الجبنه الكوبايات اللي احنا عارفينها اللي هي دي. تمام. انا اول حاجه هعملها هدفي اللبن. انا كده دفيت اللبن عشان هو كان في التلاجة. تمام. انا سبت القشطه زي ما قلت لكم. انا هحتاج هنا من 3 ل 4 معالق خل. انا اول حاجه هحط معاكم، وانا حطيت هنا برده عشان تبقى اسهل لي. انا هحط 3 معالق وهشوف. ادي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده واحده، ادي كده 2، ادي كده 3، وهقلب وهشوف. والمفروض يروح في ساعتها. تمام. وقلبي على طول اهو. اهو شايفين ابتدى يروج اهو. انا هحط الحبه الصغيرين وقلبي قلبي عشان يعمل معاكي بسرعه اهو. يكون واضح معاكم. اهو شايفين اهو رايب على طول. لو عندك لبن رايب بس يكون لسه رايب ما مررش، ده لبن بلدي اللي هو اللبن اللي بتشتريه سايب. تمام. عشان لو مش لبن سايب مش هديك الكميه دي في اللي هي الحتت الصغيره دي، مش هديك كميه، هيبقى اساسا كله سائل، وهيخليكي تضطري تحطي خل اكتر، عشان هو الماده الحافظه اللي دي بتبقى عاليه جدا. اهو تمام. انا هقلب كمان شويه اهو. لو ما كده احنا قلبناها كتير اهي. المرحله بتاعت دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنصفيها كده. تمام. مش هنصفيها قوي برضو عشان احنا نحتاج السائل ده بتاعها. نحطه في الخلاط على طول. هرجع اقول لو عملتيها بلبن معلب مش هيديكي حتى نص اللي في المصفى دول. ماشي اهو. بلبن. رز بلبن ماما؟ لا مش رز بلبن يا حبيبي، دي جبنه. لا دي بس يا سيدي. تمام. نحاول اصفي الحبه الاخرانيين دول عشان مش عايز سائل ياما، ولو احتاجنا نحط لكن ما يبقاش زياده. تمام. اهو تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا ده انا هقول لكم انا هعمل بيه ايه. طبعا ده ما يترماش ابدا 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 ابدا. دلوقتي هنحط قطع الجبنه، ما تبقاش في التلاجة، انتي مطلعاها من بدري. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نوع جبنه انتي عايزاه. تمام. رشه يا دوبك خفيفه جدا وكده اهي. نص معلقه زبده. تمام. وهنضربها وهنحط حبه الزيت اثناء الضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربها وهنرجع لها. بصوا كده انا ضربتها. هي بتخرز في بدايه اول كام ضربه، متقلقيش خالص خالص. هنحط دلوقتي حبه زيت تقريبا يعني بالنظر كده 3 4 معالق كبار او معلقتين مبدئيا. انا حطهم بعد ما بضرب.
تاني. انا هكمل ضربها، وبعد هشيل منها التخريزه دي كلها، شايفين حتى في الغطا. تمام، كل التخريزه دي انا هشيلها وهرجع لكم. كده احنا ضربناها. تمام، هي طبعا بتطشطش كده وبتبهدل الدنيا كده، بس ولا يهمنا، هنعملها برضو. باينه. تمام، انا هحاول احطها معاكم في الكوبايه كده المنظر ده. ولا اروع من كده. انا هكمل تفضية الشفشق ده وهرجع لكم. كده حبايبي احنا فضيناها، وانا كمان حطيتها في التلاجة من بالليل للصبح، وهفتحها معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سمكها. طبعا هي باين ان هي هتبقى في الفرد جميلة جدا، ومش هتبقى سايحة ولا حاجة. اللي حاببها تبقى سايلة عن كده اهي كده. انا بحبها السمك ده عشان تبقى سهلة في الساندوتشات. تمام، اللي حاببها سايلة عن كده هيزود المية اللي نزلت من اللبن اللي احنا صفيناها سوا، اللي هي دي. انا طبعا دي اوعى ترموها، انا هعمل لكم فيديو مخصوص عشانها، استنوني. ده البرطمان ده كله بروتين صافي. تمام، ادي شكلها، وزي ما قلنا اللي عايز يزود يخليها كده. خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اللي عجب الفيديو يعمل ايه؟ لايك. اللي عجب مش عارفه امشي، انا عارفه اصور. طيب اللي عجب الفيديو قبل طبعا اللي عجب الفيديو يعمل لايك. عايزه اقول معلومه تانية. اهو لايك. الجبنه دي في منها اللي هو الساده، اللي هو اللي احنا عملناها، اللي هي مثلا مكتوب عليها ساده كده. اللي عايزها بالشيدر زي دي اهي، زي دي كده مكتوبه شيدر. تمام، اللي عايزها بالشيدر هيعمل ايه بقى؟ هي نفس الخطوات، مع فرق ان انت هتحطي قطعه شيدر. لو انت بتحبيها بالزيتون هتحطي حتتين زيتون، لو انت بتحبيها بالجبنه التركي هتحطي، او الجبنه الرومي زي ما بيقولوا، هتحطي قطعه جبنه تركي. ما بتزوديش طبعا، وبتدوبيها كويس الاول في الكبه او في الخلاط، عشان لو ما دوبتهاش الاول كويس هتفضل حتت. وفي ناس برضو بتحبها حتت، زي ما تحبي. هشوفكم الفيديو الجاي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.